الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه. وبعد، إخوة الإسلام، الصيام رقائق وأحكام. تكلمنا بارك الله فيكم في الحلقة الأولى عن أركان الصيام، وحديثنا اليوم بإذن الله عن شروط الصيام. الصيام عباد الله منه ما هو صيام الواجب، ومنه صوم التطوع. والصوم الواجب على قسمين: القسم الأول ما أوجبه الله سبحانه وتعالى بغير سبب من المكلف، وهو ما خصص للزمان نفسه، وهو صوم رمضان المبارك. والقسم الثاني ما كان بسبب من المكلف أي من العبد، كالصيام، وهو صيام الكفارات والنذر والقضاء. وحديثنا عن صيام رمضان فإن له شروطا ذكرها العلماء: أولها الإسلام، ثم العقل، ثم البلوغ، ثم القدرة على الصيام، ثم الإقامة، ثم الطهارة من الحيض والنفاس للنساء، ثم النية عند من عدها من شروط الصيام. وأول شروطنا الإسلام، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى صيام رمضان إلا من نفس مسلمة، والكافر لا يقبل منه صيام رمضان وإن صامه، لأنه غير مخاطب به، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أعمال الكافرين. فهذه عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تقول: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يؤمن بالله، فلا عبرة بعمله. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فإذا ما عمل حسنة في الدنيا فإنه يجزى بها في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم البلوغ، يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم بسند صحيح: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فالصبي ليس مخاطبا بالصيام، لكن يستحب أن نصومه تدريبا وتشجيعا له، لما جاء عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما فيما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصوم. قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني اللعبة من الصوف المصبوغ، يشغلونهم بها إذا بكوا وطلبوا الطعام. قالت: نقدمها لهم نلهيهم بها حتى يأتي وقت الإفطار. فيستحب لنا أن ندرب صبياننا على الصيام، لكنه لا يجب عليهم. ثم العقل، وهو الشرط الثالث، فلا يجب الصيام على المجنون، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان مجنونا واستوعب جنونه رمضان كله أو بعضا من رمضان فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من رمضان إن رد الله عليه عقله. ويلحق به من أصيب بالعته، والعته قريب من الجنون، لكن صاحبه قد يعقل أحيانا وقد يجن أحيانا. ويلحق به من أصابه الخرف، والخرف هو فساد العقل لكبر السن، فالمخرف لا صيام عليه، ولا يطالب بالصيام ولا بالفدية. قال سبحانه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا،